السلام عليكم. تعالوا نسمع مع بعض مشكلة النهاردة. أنا عندي 32 سنة، وليا أخ كان متزوج، توفى من 6 شهور، الله يرحمه يا رب. ومراته ربنا كرمها بولد اللي هو بقى ابن أخويا يعني. وفرحنا جدا 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 بمولد الطفل ده يعني. لدرجة ان هو غير شوية من نفسيتنا بعد وفاة اخويا. ولكن الصدمة ان انا لقيت اهلي بيطلبوا مني ان انا اتزوج مرات اخويا رحمة الله عليه، علشان خاطر نلم الشمل والطفل يتربى بينا، ما يبعدش يعني عننا. وانا مش متقبل الفكرة. هي شخصية محترمة وكويسة جدا جدا، ولكن انا مش متقبل الفكرة. والله دي هي حاجة يعني. أنا رأيي، أنا برضو محتاجة رأيكم. أنا رأيي إن الموضوع ده مرتبط بال أنت راحتك إيه وأنت عايز إيه. شايف إن أنت تصلي صلاة استخارة، تستعين بالله، شايف إن هي مناسبة ليك، متقبلها كزوجة، حاسس إن أنت هتقدر تدي، توكل على الله. لكن لو شايف ان ده ضغط من اهلك فقط وانت مش متقبل الفكرة ومش مرتاح معاها حتى لو هي محترمة وكويسة، فما ينفعش ان انت تضغط على نفسك علشان اي سبب تاني، لان بعد كده انت مش هتقدر تديهم حاجة، مش هتقدر تسعدها. بالعكس، بدل بقى ما نلم الأسرة هيحصل تشتت. ده رأيي والله أعلم. وبالرغم من كده برضو لازم احنا كمان نشوف الطرف التاني ايه، مش رأيك انت بس. يعني رأي الزوجة اللي زوجها توفى الله يرحمه، لازم نشوفها. انت متقبلة الفكرة انك تتجوزي اخوه؟ متقبلاه كزوج؟ هتقدري تعيشي معاه حياة سوية وتربوا الطفل بينكو؟ ولا كل واحد يبقى في حاله احسن عشان الطفل يبقى سوي؟ يعني معلش، الطفل يتربى ووالده متوفي بس تربية سوية افضل من ان احنا نحاول نعوضه بأب تاني، بس تبقى الحياة مش لطيفة يعني، علشان خاطر الأب والأم مش متقبلين بعض. أهم حاجة قبولك أنت، دي لا ما بتتحسبش بالعقل فقط. دي أهم حاجة، قبولك وراحتك النفسية. هتقدر تدي البيت ده والزوجة دي والابن ده ولا لأ؟ وهي هكذا. وربنا يقدم اللي فيه الخير يا رب لنا جميعا.